تحية لكم أعزائي المشاهدين، نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. وهذه الحلقة عنوان الأسير، نتكلم عن الأسير في عهد الإنقاذ أو في فترة الإنقاذ. ويمكن عارفين الطريقة اللي بيعامل بها النظام ده الأسرى بتاعينه، ويمكن لازلتم بتذكروا قصة الدكتور فضل تم قتله كيف وكيف بيتم قتل الأسير. لكن الليلة إخواننا دايرين نتكلم في هذه الحلقة عن المعارك اللي حصلت في الأيامات الفاتت في شمال وشرق دارفور. وقبل ما نتحدث عن الموضوع أو معاملة الأسرى، دايرينكم تستمعوا أو تشاهدوا معانا الشريط ده، وبطلب من إخواننا المشاهدين أنه يخلوا بالهم كويس وشديد من كلام الراجل الأسير ده، فنشوف الشريط ونجي راجعين لكم نتكلم في محورنا عن الأسرى. أنا شفت القضية مناطق القضية لحد هسه ما نقول لك مسؤول ذا الشيء، مسؤول بتاعنا نقول لك ترى هذا شيء لا مني الشيء. أنا من جناب الناوي الحصل ده قدر ضربنا كذا يوم تحزم ويوم بحزمون، يعني برضه حزمنا كتار وهزمونا. هسي ده ربنا عرض علينا حزمونا، لكن هذه ما تنتهي القضية. لكن في نهاية هنا أبناء دارفور وأبناء السودان وقضيتنا اتجاه واحد، نموت برضه هنا دارفور هنا لا. ناس هنا في شرق السودان ما في زول قاعد بيجي بموت هنا، لو عربي زغاوي فوراوي برقلاوي ده كله من هنا ده، بس من قبيلة تدقلة قاعدين نموت سوا. حال ده لازم يشوفوه يهلوا نهلوه بتاع سلاله طريقة عقلانية كده نهلوا ده الوسيل دي. لكن كنا هزموني ده عادي، ده حزيب ده اسمه بهزمات. وانا لحد هسه يعني كويس جدا مطمئن ما عندي اي معنى. لا ربنا زي ما قالوا انت قريت؟ ما خريج. قريت لحد يا طماح؟ قريت لحد الطريقة كملت. ما خريج لكن ما عرست. اشتغلت في الحركة فترة طويلة. أسست الحركة. مؤسس الحركة أنا. لا 17 أي مؤسس الحركة أنا. كنت أحلق لكن أنا لو قلت بنكرك وكلام ما حقيقي. أنا لما جينا في سلام هنا وأنا قاعد في السودان هنا ده بعرفوا الناس الكبار ما أقدر ننكرك. فادي اسمه جمعة كان ملازم أول في الجيش وثاني مشى الناس مني. ده مشى ده سافر ما معنا. جمعة ملازم أول من أولادكم ولا الزغاوي مشى بريطانيا لكن خلينا هنا. أيوه لا ضربة أمدور ما أنت برضه معه. أنت فعلا جمعة ما مؤسس. جمعة ما مؤسس. ما مؤسس أي. جمعة ما مؤسس. جمعة ده ما جاء زي ما قالوا دول دارس. عارف أنا عارف. أيوه بس شكلك كده قديم. والله قديم هذا زمان. والله قديم. ومين شخصيته ده بينه كلكم تابعتوا عزيز الشعب الشريط وشفتوا الراجل ده بيقول شنو. لكن قبل ما نرجع ونحلل كلامه، يعني المفروض أسير في حالة زي دي ما يتم معاه يا اخواننا تحقيق، ده حسب القوانين واتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى. أسرى الحرب المفروض زول في ظرف زي ده ومعوق ما يتعامل معاه شنو تحرك. لكن كلامي المهم الدار أقوله يا اخواننا، الراجل ده قال خطاب بسيط ومعبر جدا جدا. قال يا اخواننا اللي بيموتوا هنا، والراجل ده قديم في الحركات ومؤمن بالقضيه بتاعته، كل الناس اللي بتموت دي من دارفور كان زرقاء كان عرب. وقال لكم بالواضح ما في زول من الناس اللي قاعده في النظام في الخرطوم هناك جه حارب معاكم. كل الناس اللي بتموت هنا كلها من دارفور، سواء كان القبائل العربية أو الزرقاء أو الأشياء اللي بيزرعها النظام. ويا إخواننا دار أقول لكم بالواضح، أهلنا في دارفور انتم النظام ده ما جيت من جه في البداية ساندتوه وساندتوه لأنه كان بحسب ما جه بدعوة أنه نظام إسلامي. لكن في النهاية حصل شنو يا إخواننا؟ بعد ما اتضحت نوايا النظام ده وعرفتوا نواياه، الآن انتوا بتخوضوا الحروب بتاعت النظام بالوكالة وهو قاعد هناك بينعم بالثروات. طيب انتوا يا اخواننا اهلنا في دارفور، سواء كان اولاد الزغاوة او البرقو او الفور او القبائل العربية الرزيقات كل القبائل بدون تمييز، انتوا بتتقاتلوا في بعض
وبتحرقوا في أرضكم، والنظام قاعد في الخرطوم بانين قصور وعمارات، وأولادهم منو في أولادهم؟ الناس في النظام. حتى يا إخواننا الناس في من دارفور القاعدين في النظام ده منو في أولادهم القاعد يموت معاكم هناك في الأراضي دي؟ أو منو القاعد يجوا يتعرضوا أهله في الغرة أو أهله في الحواكير أو في أي كان في مناطق دارفور بيتعرضوا للكبت أو بيتعرضوا للجوع أو بيتعرضوا للضرب أو لضرب الطيران. كلهم قاعدين يا إخواننا أولاد المسؤولين أو الناس المسؤولين قاعدين في الخرطوم بعيد، وفاتنينكم انتوا في دارفور بترفعوا السلاح فوق بعض وبقولوا لكم زرقة وعرب وما عارف، وبقولوا لكم انتوا يا إخواننا بتقاتلوا في بعض وبتموتوا انتوا، بتدفعوا الثمن انتوا وأهلكم. ورسالة الراجل دي يا إخواننا رسالة واضحة. لا حتى لما سألوه قالوا له انت يا أخي بتحترف بغطي أهلك، قال لهم أبدا، هو بيقصد أنه بينكر الكلام ده لأنه هو ما بيقتل أهله، لكن بيتكلم في رسالة واضحة. قال لهم يا إخواننا اللي بيموتوا كلهم هنا منو؟ ناس دارفور، لأنه هسه اللي بيحاربوا الميليشيات اللي بتحارب في الحركات دي من وين يا إخواننا؟ ما من حتة تانية، من دارفور. فكلكم انتم مسلطين على بعض، خاتنكم في حتة زي دي، وهم ينعموا يا إخواننا بشنو؟ بالسلطة وبالثروة، وانتوا تموتوا وتاخذوا الفتاة. فيا جماعة حقه نوعة، ونعرف كلكم أهلنا في دارفور حقه تقعدوا مع بعض وتفهموا الحاصل شنو. وأخواننا اللي بياخذوهم في الميليشيات بتاعت الدعم السريع والمرتزقة حقه تكونوا واعين وتفهموا الناس زين بيعملوا شنو وعشان يصلوا لشنو، وبيستغلوكم انتوا شنو؟ انتوا مجرد وقود، انتوا يا اخواننا بالنسبه لهم مجرد وقود، فما تسمعوا الكلام. من ينعم او بيستفيد هي رؤوس كبيره ومعينه، لكن هل يا اخواننا انتوا كلكم كده في دارفور بتكونوا مرتاحين؟ لا، ما بتكونوا مرتاحين. ويا هالاضطرابات اللي عايشه فيها دارفور والمشاكل اللي عايشه فيها دارفور لحد الان قربت لل20 سنه، ومستفيدين بس ناس النظام. وانتوا عارفين القاعده بتاعت النظام دي يا اخواننا، الفتن دي بيعملها، الفتن الغبليه دي بيعملها عشان يستمروا، وما بيهموا مشكله عدد الناس اللي تموت او الناس اللي بتحرق، ما عنده مشكله. لذلك يا اخواننا حق نكون واعين، كلنا نكون واعين وعارفين انه النظام ده بيخلق الفتن الغبليه دي عشان شنو؟ لانه دي استمراريه له وبتديه النفس الطويل. والى ان نلتقي بكم في حلقه قادمه، السلام عليكم.